دايما لما بحب اسافر لبلد جديدة او احب اسافر لمكان، احب اشوف الحاجات اللي مختلفة عن بلادنا، مختلفة عن ثقافتنا، الأماكن الجديدة. أحب أزور دايما المكتبات اللي موجودة في كل مكان أو في كل دولة بزورها. أحب أبص على المكتبة سواء هي بابليك، حاجة خاصة مثلا بجامعة، أدخل لو أنا معايا تصريح إن أنا داخل جامعة أخلص حاجة، فبدخل الجامعة دي أشوف المكتبة بتاعتها، أشوف الطلاب الدارسين أتعلم منهم. كمان اللي هي المكاتب العامة اللي هي زي البوك شوب اللي بتبقى موجودة كده في الشارع، في الميادين، الحاجات اللي بنبص عليها. فطبعا موجود في مكتبة، أنا يعتبر في آخر سيكشن موجود في المكتبة، بس عايز أوريكم كمية الناس اللي جاية تشتري كتب وتقرأ في الكتب اللي موجودة وتاخد معلومات informations details موجودة في كل مكان. فدي حاجة أعداد كبيرة جدا. حجم المكتبة اللي أنا موجود فيها هي 3 أدوار، كل دور متقسم سكاشن، كل سيكشن ترافلر، ميديكال، حاجات مختلفة من الحاجات دي. بس أعداد الناس اللي موجودة اللي فعليا بتشتري كتب، احنا عندنا مثلا في القاهرة معرض الكتاب، بس مش بتكلم على معرض معمول مثلا في السنة، لا أنا بتكلم على مكتبة عامة في الشارع بيجي عدد كبير جدا يشتري منها كل يوم. انا موجود في اهدى مكان في المكتبه، ولكن هخلي الفيديو كده يمر شويه بحيث ان انتوا تشوفوا اعداد الناس الموجوده، اعمار متفاوته وكلهم بيشتروا كتب. الناس دي كلها بتقرا فعلا. حاسس من جوايا كده بحاله من الحزن، لان انا دخلت كام مكتبه في مصر وفي كام بلد عربيه، شفت المكاتب اللي جوه الجامعه لو في طلاب فعلا بيدرسوا بياخدوا معلومه، وشفت كمان المكتبات اللي بتبقى موجوده في الميادين، حجمها صغير، ممكن تلاقي عدد قليل قوي او ناس داخله تشتري ادوات مدرسيه، كتب، بيبقى الموضوع بسيط قوي. حتى لما بنزل مصر واكون في العتبه مثلا، اعداد مش كبيره، كتب طبعا موجودة في كل حتة، ولكن مش عليها إقبال زي اللي أنا شايفه هنا في أوروبا. يمكن دي رسالة كده حابب أقولها، إن إحنا بعيد قوي للأسف. إحنا بعيد قوي عن القراية، بعيد قوي عن المعرفة بشكل عام. إحنا بعيد قوي 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 قوي. ناس هنا بتقرأ، ناس هنا لسه متمسكين بالورقة والقلم، لسه متمسكين بالكتب. الناس بتقرأ وعندها المعلومة. زي ما قلت لكم احنا بعيد قوي قوي قوي، ومحتاجين نرجع للورق، محتاجين نرجع للكتب، محتاجين نقرأ. تحياتي.